النهاردة هحكي لكم 2 قصص فيهم قتلة غريبين قوي، وهتعرفوا إن الخيانة ممكن تيجي من أقرب الناس. لو بتحبوا القصص الغريبة والمخيفة والمليانة غموض، يبقى أنتوا في المكان الصح. إحنا بنحكي القصص دي كل أسبوع، قصة جديدة مليانة تشويق. لو عجبتك الفكرة، عايزك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفتح كل الإشعارات عشان ما تفوتكش أي قصة من قصصنا. يلا بينا ندخل في قصص النهاردة. القصة الأولى: خيانة من جو العيلة. في يوم 12 سبتمبر 2007 الصبح بدري، أشلي واليس بنت عندها 20 سنة كانت في أوضتها في سكن كلية براينت وستراتون في بافالو، نيويورك. كانت بتستعد لأول يوم دراسة ليها في الكلية. كان يوم كبير بالنسبة لها عشان دي أول مرة تعيش لوحدها بعيد عن أهلها. كانت متحمسة بس في نفس الوقت حاسة بتوتر. الشمس كانت بتتسحب من الستاير الخفيفة وبترسم خطوط ذهبي على الأرضية الخشب اللي بدأ يبان عليها الزمن. وقفت أشلي قدام المراية الصغيرة بتاعتها بتبص على نفسها وبتتأكد إن شكلها مظبوط. كانت لابسة بلوزة زرقاء غامقة بتخلي عينيها تبان، وشعرها البني المتموش كانت رافعاه بعناية. كانت عايزة تبدو واثقة، حتى لو جواها كانت حاسة إنها لسه بتحاول تلاقي مكانها في الدنيا. جمعت كتبها ودفاترها ومعاهم قلمها المفضل اللي كانت محتفظة بيه تذكار من باباها اللي مات. كل حاجة كانت بتعملها كان فيها إحساس إنها بتبدأ حياة جديدة. كانت لسه بتحاول تتخطى جرح كبير من الماضي. لما كان عندها 13 سنة باباها مات فجأة بنوبة قلبية، وده كان زي صدمة قلب عالمها. كانت لسه فاكرة صوت مامتها وهي بتعيط في الصالة والسكوت اللي كان مخيم على البيت بعد الجنازة. بعد كام سنة مامتها ستيسي اتجوزت واحد اسمه جيمس اللي كان زوج أشلي. جيمس حاول يكون أب لأشلي وأختها الصغيرة بري، بس كان بيعاني من اكتئاب من وقت للتاني. كان في أيام بيبدو فيها كويس، بس في يوم من الأيام انتحر وسيب أشلي وبري وستايسي في حالة حزن وارتباك تاني. أشلي كانت لسه بتحاول ترتب حياتها، وهي واقفة دلوقتي على بداية مرحلة جديدة. خدت شنطتها وبصت نظرة أخيرة على أوضتها الصغيرة، السرير الضيق، المكتب المليان كتب، وصورة باباها المقطرة على الرف، وبدأت تمشي ناحية الباب. بس قبل ما توصل سمعت خبط على الباب، خفيف بس جد. استغربت عشان ما كانتش عايشة هنا من زمن يخلي حد يعرف مكانها. مين ممكن يكون جاي يزورها؟ ما كانتش مستنية حد، ولا حتى قالت لحد غير أهلها عنوانها الجديد. قربت من الباب بحذر وقلبها بيدق بسرعة. لما فتحت الباب اتجمدت. كان في 2 ضباط شرطة واقفين في الطرقة، لابسين يونيفورم وبيبصولها بنظرات جدية مخيفة. أشلي ولس سأل واحد منهم، صوته هادي بس فيه سلطة. هزت دماغها، مش عارفة تتكلم على طول. حست برعشة خوف، مش عشان عملت حاجة غلط، بس عشان الشرطة بالنسبة لها كانت دايماً معناها أخبار وحشة. ذكريات موت باباها وانتحار جيمس كانت لسه عايشة في دماغها، وكل زيارة من الشرطة كانت بتجيب معاها شبح خسارة جديدة. ممكن نتكلم معاكي شوية؟ كمل الضابط وهو بيشاور على جوه الأوضة. دخل الضابطين وقفلت أشلي الباب وراهم، وهي بتحاول تخبي إيديها اللي بتترعش. قعدوا على كراسي خشب جنب المكتب بتاعها، بينما هي وقفت مترددة جنب سريرها. الهوا في الأوضة كان تقيل، كأن في حاجة بشعة هتترمى زي القنبلة. إحنا جايين عشان نتكلم عن باباكي الحقيقي اللي مات من 7 سنين. بدأ الضابط الأول، راجل في الأربعينات، شعره رمادي قصير وعينيه حادة. سكت ثانية كأنه بيقيس رد فعلها. باباكي الحقيقي اللي مات من 7 سنين. حست أشلي إن الأرض بتتحرك تحت رجليها. إيه؟ اتكلمت بصوت واطي وهي بتحاول تستوعب كلامه. يعني إيه؟ نبشنا جثة باباكي، كمل الضابط. صوته ثابت بس فيه نبرة خطر، واتضح إنه على الأغلب ما ماتش بنوبة قلبية زي ما كنا فاكرين. إحنا شاكين إنه اتقتل. الكلام جه زي ضربة في صدرها. قعدت على طرف السرير وإيديها بتمسك الفرشة بقوة، كأنها بتحاول تمسك الواقع. اتقتل؟ إزاي يبقى الكلام ده صح؟ ذكرى موت باباها كانت محفورة في دماغها، المكالمة في نص الليل، صريخ مامتها، الجنازة اللي كانت زي حلم غريب. إزاي يقدروا يقولوا إن الحقايق دي اللي عاشت معاها ال7 سنين غلط؟
بس الضابطين ما كانوش جايين عشان يوسوها. بدأوا يسألوا أسئلة حادة ومباشرة عن علاقتها بباباها وعن آخر أيامها معاه وعن أي حاجة غريبة ممكن تكون لحظتها وقتها. حست أشلي إنها متهمة مع إنها ما كانتش فاهمة ليه. إجاباتها كانت متلخبطة، وكل ما تحاول توضح حاجة كانت بتحس إنها بتغرق أكتر في شبكة الشك. أنا ما عملتش حاجة، صرحت في الآخر والدموع نازلة على خدودها. ما أذيتش بابايا، معرفش مين ممكن يعمل كده. مشي الضابطين بعد نص ساعة وسابوها لوحدها في الأوضة. حس إن الدنيا انهارت عليها من تاني. قعدت على الأرض ضم ركبها لصدرها وبدأت تحاول تفهم إيه اللي حصل. فكرت إنها تروح الكلية، بس الفكرة دي كانت مستحيلة. إزاي تقدر تركز في المحاضرات والكلام بتاع الضابطين لسه بيزن في دماغها؟ اتصلت بمامتها ستيسي اللي ردت بصوت مكسور كأنها كانت بتعيط فعلا. أشلي، كلموكي؟ سألت ستيسي صوتها بيترعش. أيوة، ردت أشلي وهي بتحاول تمسك دموعها. قالوا إن بابا ما ماتش بنوبة قلبية، قالوا إنه اتقتل. اتكلمت الاتنين على التليفون بيعيطوا مع بعض وبيتسألوا إيه السبب ورا الكلام ده. ستيسي قالت إن الشرطة زاروها برضو وسألوها بنفس الطريقة القاسية وكأنهم شاكين إنها ممكن تكون ليها علاقة بالموضوع. مين ممكن يعمل كده؟ اتكلمت ستيسي بصوت واطي. مش معقول، لازم يكون في غلط. في الآخر ستيسي أقنعت أشلي إنها ترجع البيت. سيبي الكلية دلوقتي، قالت. تعالي البيت، إحنا لازم نبقى مع بعض. وافقت أشلي وحست إن ده الخيار الوحيد المنطقي. جمعت حاجتها بسرعة وبصت نظرة أخيرة على أوضتها قبل ما تمشي من السكن. ساقت ساعة كاملة لبيت مامتها وهي بتحاول تهدي أفكارها اللي ملخبطة. لما وصلت كانت السما بدأت تبقى رمادي مع الغروب. دخلت البيت وأول حد شافته كانت أختها الصغيرة بري اللي عندها 16 سنة. عينيها كانت حمرة من العياط وباين إن الشرطة كلموها هي كمان. بري، نادت أشلي وجريت تعنق أختها. عيطوا مع بعض وبدأوا يحكوا عن اللي حصل. قعدوا في المطبخ، المكان اللي دايما كان ملجأهم في الأوقات الصعبة. المطبخ كان دافي، منور بنور خفيف من لمبة متعلقة فوق الترابيزة الخشب القديمة. ريحة القهوة القديمة كانت لسه في الهوا، مخلوطة بريحة خفيفة من التوست اللي ستيسي كانت عاملاه قبل كده في الأسبوع. حكوا ساعات بيفتكروا باباهم وبيتسائلوا لو كانت الشرطة غلطانة. ليه نبشوا غصته؟ سألت باري صوتها مخنوق بالدموع. ليه دلوقتي بعد كل السنين دي؟ محدش كان عنده إجابة واضحة. لما جه الليل ستيسي اللي كانت باين عليها الإرهاق بس مصممة تخلي الجو هادي قالت أنا هشرب حاجة تهديني، حد عايز يشرب معايا؟ باري اللي كانت لسه صغيرة على الكحول رفضت، بس أشلي قالت أيوة هاخد كاسة. خلطت ستيسي كاستين كحول ليها والأشلي وكاسة عصير لباري. قعدوا مع بعض بيحكوا بهدوء وبيحاولوا يهربوا من الواقع لساعات. الكاسات كانت تقيلة وأشلي حست براحة بتسري في جسمها، بس ما كانتش عارفة إن الراحة دي مش بس من الكحول. تاني يوم الصبح صحيت أشلي وراسها بتدق زي الطبل. كانت حاسة بصداع أقوى من اليوم اللي قبله. جسمها كان تقيل كأن في حاجة بتضغط عليها من جوه. بس اللي خوفها أكتر ما كانش الصداع، كانت الأوضة اللي صحيت فيها. فتحت عينيها بالراحة وحاولت تفهم هي فين. ما كانتش في أوضتها ولا في بيت مامتها. الجدران كانت بيضة وكان في ريحة معقمة في الهواء وصوت زن خفيف من الأجهزة. كانت في مستشفى. الخوف بدأ يتسرب لها وهي بتبص حواليها تدور على وش مألوف، بس بدل ما تلاقي أهلها كان في 2 ضباط شرطة قاعدين على كراسي وقصاد الحيطة. لما شافوها بتصحى قربوا من سريرها. أشلي واليس، قال واحد منهم بصوت رسمي، انتي محظوظة انك هنا. مامتك لقيتك الصبح مش بتردي في سريرك وجابوكي هنا بالإسعاف. كنتي قريبة قوي من ان أعضائك تفشل خالص، كنتي على بعد لحظات من الموت. أشلي ما كانتش قادرة تستوعب الكلام. ايه؟ اتكلمت بصوت ضعيف. ايه اللي حصل؟ الضابطين بصوا لبعض وبعدين واحد منهم طلع ورقة من جيبه واداها ليها. اشرحي لنا ده، قال بنبرة باردة.
خدت الورقة بإيدين بتترعش وقرتها. كانت رسالة اعتراف مكتوبة على إنها بخط إيدها، بتقول إنها قتلت باباها الحقيقي وزوج أمها، وبعدين كانت هتنتحر عشان الذنب. بس أشلي ما كتبتش الرسالة دي، هي ما قتلتش حد. الحقيقة كانت أبشع. مامتها ستيسي هي اللي سممت باباها وزوج أمها بمادة مضاد التجمد. ولما الشرطة بدأت تدور وقالت إنها شاكة إن في حد قتل باباها، ستيسي حاولت تلزق التهمة في أشلي. خلطت الكحول اللي شربوه في المطبخ بمسكنات قوية عشان يبان إن أشلي انتحرت من كتر الذنب. بس ستيسي غلطت، اتصلت بالإسعاف بدري قوي، والإسعاف لحقوا ينقذوا أشلي في آخر لحظة. اتحكم على ستيسي بالسجن 51 سنة عشان جريمتين قتل ومحاولة قتل بنتها، بس ماتت في السجن سنة 2016، وسابت أشلي وبراي يواجهوا جروح نفسية عمرها ما هتخف. القصة التانية، سر جمعية الشرطات البرتقالية. في نص النهار يوم 31 مارس 2010، جون شمير، راجل في نص الخمسينات، كان قاعد مع صحابه في مطعم هوترز في يورك، بنسلفانيا. جون كان دكتور عيون متقاعد وعمل فلوس كتير في شغله. صحابه اللي كانوا معاه كانوا برضو ناس ناجحة، محترفين من الطبقة الوسطى أو العالية. بس اليوم ده ما كانش عن الشغل، كان عشان الوناسة. المجموعة دي اللي كانوا صحاب قريبين قوي كانوا بيتقابلوا مرتين في الشهر في نفس المطعم على نفس الترابيزة وبيطلبوا نفس الأكل. كانوا بيحبوا المكان كأنه ناديهم الخاص، حتى إنهم سموا نفسهم جمعية الشرطات البرتقالية عشان الندالات في هوترز كانوا بيلبسوا بلوزات بيضة ضيقة وشورتات برتقاني، وهم كانوا بيتريقوا على الموضوع ده. المطعم كان زحمة اليوم ده، مليان ضحك الناس وصوت الصحون. جون زي عادته بدأ يحكي عن مراته اللي كان متجوزها قبل كده، مونيكا، اللي كانت دايما مصدر إزعاج بالنسبة له. كان متجوزها 20 سنة، بس اتطلقوا سنة 2003. الطلاق ما كانش قوي قوي، بس النفقة اللي كان بيدفعها لمونيكا كانت بتجننه، مش عشان الفلوس بس عشان الطريقة. مونيكا كانت مصرة إنه يدفع الفلوس كاش كل أسبوع في مصاريف ويروح بنفسه يوديها بيتها. كان بيحس إنها بتعذبه، وكان بيحكي لأصحابه في الجمعية عن الموضوع ده دايماً. في نفس الوقت على الجهة التانية من البلد، الشرطة وصلت بيت مونيكا بعد مكالمة 911 من غير رد. لما وصلوا لقوا الباب مفتوح، وجواه لقوا مونيكا مرمية على الأرض ميتة برصاصة في دماغها والتليفون جنبها. المحقق دوغلاس ديماجون وفريقه بدأوا يفحصوا المكان. لقوا شنطة يد جنب جثة مونيكا وفيها بطاقتها، وده اللي عرفهم هي مين. ولقوا كمان غلاف رصاص عيار 32 جنب الجثة، باين إنها من الرصاصة اللي قتلتها. بس اللي صدمهم كان كمية الفلوس اللي كانت متناثرة في البيت، مظاريف مليانة كاش في كل حتة. ما كانش فيه أي علامة إن حد حاول يسرق، وده خلى الجريمة تبدو شخصية أكتر من إنها تكون سرقة. ديماجن لقى دفتر عناوين وعرف منه إن مونيكا كانت متجوزة جون شمير قبل كده، فبقى المشتبه فيه الأول. راح ديماجن لبيت جون بالليل، ولما قال له إن مونيكا اتقتلت، جون عمل حركة درامية. عينيه وسعوا، حط إيده على صدره زي لو هيجيله سكتة قلبية، وبدأ يعيط من غير دموع. الحركة بدت مبالغ فيها، بس ديماجن ما كانش عنده دليل يثبت إن جون هو اللي عمل حاجة. بعد كام يوم ديماجن شاف فيديوهات كاميرات المراقبة من هوترز، وأكدت إن جون كان هناك طول الوقت اللي حصلت فيه الجريمة. استبعد ديماجن جون كمشتبه فيه، بس بدأ يفكر إنه ممكن يكون استأجر حد يعمل الجريمة. بس الفلوس اللي جون كان بيطلعها كانت نفس المبلغ اللي بيدفعه لمونيكا كنفقة، فالخيط ده برضو ما وداش لمكان. بعد 3 شهور القضية وقفت. ديماجن قرر يرجع من الأول ويفحص كل حاجة تاني. لما رجع يشوف فيديو هوترز للمرة المليون، لاحظ حاجة: في عضو ناقص من جمعية الشرطات البرتقالية اليوم ده، تيم جاكوبي. جون كان دايما يحكي عن الفلوس اللي بيديها لها مونيكا، وتيم عارف إن بيتها مليان فلوس. قرر تيم يروح يسرق البيت، بس لما مونيكا قاومت ضربها بالنار وهرب من غير ما ياخد حاجة. أدلة من DNA ربطت تيم بالجريمة، واتحكم عليه بالإعدام عشان قتل من الدرجة الأولى. دلوقتي هو في السجن في بنسلفانيا مستني تنفيذ الحكم. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. شكراً إنكم تابعتونا. قولوا رأيكم في القصص دي في الكومنتات، عندنا كتير قصص تانية ليكوا تشوفوها. لو عايزين توصية، الفيديو ده هو الأفضل، اتفرجوا عليه. سلاموز.